السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنحضر مع بعض النهارده كيكة الحليب بالحليب المغلي باسهل طريقة. الطريقة دي ان شاء الله تعتمديها، بسيطة جدا والنتيجة روعة. طالعة معانا ما شاء الله هشة، والطعم والريحة من الاخر. وعايزة اقولك لو في مشكلة بتقابلك في الكيك هتسمعي الفيديو ده وهيفيدك جدا جدا. طعمها حلو، من احلى الكيكات بجد اللي هتعمليها. ولو انت مالكيش في الكيك هتكون ناجحة معاكي من اول مرة. شايفة ما شاء الله القطعة بقطعتها، والمسامات بتاعتها جميلة جدا جدا، وهشة وخفيفة واسفنجية. وكمان انت بتتحكمي في حجم القطعة بتاعت الكيك، تقليل الصينية هتبقى عالية كمان عن كده. ما شاء الله، ومقاديرها موجودة في كل بيت ان شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقتنا ومقاديرنا. بس حابة افكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. هنسمي الله ونجيب 3 من البيض، عليها كوباية من السكر، ورشة بسيطة من الفانيليا، ونضربها كويس جدا. في الوقت ده ممكن تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي، او المضرب الكهرباء زي ما انت شفتي كده. اهم حاجة في النقطة دي انك انت تدوبي السكر كويس جدا جدا. هنبدأ بقى نضرب السكر مع البيض لحد ما يدينا اللون الابيض ده. كده اتأكدت ان السكر داب قوي. هنبدأ نحط ربع كوباية من الزيت، حوالي 50 جرام، وكوباية الا ربع من الزبدة. ممكن تستخدميها زبدة بس او سمنة بس او زيت بس، يعني براحتك. المهم المادة الدهنية اللي تريحك. ولكن الزبدة بتديها طعم حلو جدا جدا للكيك. الزبدة ما بتكون جميلة جدا جدا، بتبقى ريحة وطعم وقوام كمان. ما شاء الله، اللهم بارك. كده خلاص، ضربنا السكر مع البيض مع الزبدة. هنبدأ نجيب المواد الجافة، وهي كوبايتين من الدقيق بما يعادل 400 جرام. هنبدأ نحط بقى، ننخلها كده واحدة واحدة. هنبدأ نثبت المصفى كده عشان نبدأ ننزل الدقيق، وهنحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح. ونبدأ نحط كده الدقيق ونبدأ ننخله. طبعا لو نخلت الدقيق مرة واتنين بيكون أحسن، لأن بيطلع معاكي الكيكة هشة جدا جدا. شايفة ما شاء الله، أنا بنخله أهي. على فكرة أنا نخلاه قبل كده مرة، وبنخله معاكم تاني مرة، بجد جميلة. لو أول مرة بقى بتشوفوا قناتي، يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، وفعلي كمان زر الجرس عشان لما أنزل أي فيديو جديد يجيلك إشعار بيه إن شاء الله. هنبدأ بقى نقلب الدقيق مع البيكنج باودر مع المكونات السائلة اللي احنا حطيناها في أول الفيديو زي ما انت شفت كده. وإن شاء الله المقادير هنكتبها لك في صندوق الوصف. وحبايبي اللي ما يعرفوش صندوق الوصف، اضغطي على العنوان مره، هتلاقي عرض المزيد، هتلاقيني كاتبالك المقادير بالجرام وبالكوبايه عشان تطلع معاكي ناجحه من اول مره. تمام، قلبنا دي كده. هنبدا نجيب كوبايه حليب مغليه وسايباها تهدى شويه. يا دوبك احط صباعي فيها زي ما انت شفتي كده، ونبدأ هتلاقي صباعك استحمله تمام. هنبدأ ننزل بقى بكوباية الحليب ديت على المقادير دي. طبعا لقيت القوام واحدة واحدة كده هيفك معاكي. وانتي بتحطي كوباية الحليب، بتضيفيها، مش شرط تضيفيها مرة واحدة او على مراحل، مش هتفرق معاكي. يعني لو ضفتيها على مراحل مفيش مشكلة، او مرة واحدة برضو مفيش مشكلة. هنبدأ نقلبها كلها في اتجاه واحد كده لحد ما تديني القوام اللي انت شايفاه ده. قوامها لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وكوباية الحليب بنحطها في الاخر يا بنات بعد ما احط كل المقادير. مشي معايا خطوة خطوة، هتطلع معاكي بجد تحفة. شايفة قوامها عامل ازاي؟ لا تقيلة ولا خفيف. في الوقت ده بتكوني انت مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وبتكوني مبطنة الصينية بتاعتك كمان قبل ما بتبدأي خالص في الكيك. زي ما انت شايفة كده انا مبطناها بقطعة كده من الزبدة، ومعفراها بمعلقة كمان من الدقيق. طبعا زي ما قلت لكم حبايبي اللي بيتفرجوا عليا ومتابعيني عارفين ان انا في الكيك عامة ببطن الصينية بالزبدة. ليه؟ الزبدة بتبقى متخلية الأرضية بتاعة الكيك زي القطيفة، بتبقى جميلة جدا. هنبدأ نجيب خلة كده نطلع الفراغات او الفقاعات اللي بتبقى في الكيك دي. والصينيه يا بنات، ممكن دي صينيه مقاس 26، هتبقى رفيعة شوية زي ما انت شفت كده. ولكن لو انت حباها تكون الكيكة اعلى من كده، اعملها في صينية 24. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت بالظبط نص ساعة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك. قعدت بالظبط نص ساعة، وبعد ما طلعت بحط الخلة كده فيها. تمام، طلعت ناشفة تبقى تمام. الكيك معانا بقى جميل جدا. هنبدأ نسيبها تهدى شوية ونبدأ نقطعها. على فكرة يا بنات، أنا مقطعها لكم سخنة. الكيكات عامة بتسيبيها لما تهدى خالص وتبدأي تقطعي. تعال نطلع قطعة بقى من النص كده أو من الحرف. ما شاء الله جميلة جدا جدا، والزبدة طعمها وريحتها تجنن. هتعمليها وتدعيلي. القطعة ماسكة نفسيها ما شاء الله، شكلها جميل جدا ولذيذة. ولو عندك ضيوف مش هتاخد منك وقت.
الكيك عامة ما بياخدش وقت خالص، شايفة اسفنجية ازاي، وهشة وطرية وفي منتهى الجمال. من أروع الكيكات وأحلى الكيكات بجد كيكة الحليب المغلي. هتعمليها وهتدعيلي، وزي ما قلتلك في أول الفيديو، لو انت ملكيش في الكيك هتنجح معاكي من أول مرة، لأن بجد دي من الكيكات الناجحة اللي متاخدش وقت وجميلة جدا. كيكة الحليب المغلي جميلة جدا، هشة وطالعة جميلة وخفيفة، والمسام بتاعتها كده ضيقة، مع كوباية شاي بحليب بقى. شايفة ما شاء الله اللهم بارك. يا رب الفيديو البسيط يعجبكم، أشوفكم على خير. سلام عليكم.